هنتكلم النهارده عن حي امبابه، واي حد يقول لك امبابه قول له امبابه دوله وانا فرد منها. امبابه دوله وانا فرد منها، فيها عتاوله وشادين حيلها. سميت امبابه نسبه الى الشيخ اسماعيل الامبابي احد اعوان السيد البدوي اللي كان جاي مع الدوله الفاطميه. عندنا سؤال مهم. اخلص بسرعه انجز. يا عم هاني بالراحه. راحة ايه؟ شوف عشان نشوف زبون ناكل عيش. ما فيش حد يا عم هاني والشارع ربك هيكرم بس انزل انت بس. طب سلام عليكم يا عم هاني بس. عايز لا تقول ما ايه؟ تمسكش بيا يا عم هاني. لا بيقول لك ورامي بقى امسك فيا. خلاص بقى ما تتحايلش عليا. ماشي يلا اسال. بيقول لك في شارع في امبابي قديم اسمه البوهي. ايوه الاسم البوهي. ده جه منين؟ البوهي ده مستحدث. جه منين الاسم؟ مستحدث الاسم دي كانت ترعه اساسا. الاسم مستحدث ما كملش 50 30 سنه. جه منين دي بقى؟ كلها كانت ترعه الله اعلم جه منين. شارع السواحل. ترعه السواحل. لا شارع السواحل. ترعه السواحل هي كانت ترعه اسمها شارع ترعه السواحل. شارع السواحل. ماشي السواحل سواء كان ترعه السواحل ومن هنا اختصرت الكلمه عشان كان ما عجبوش كلمه ترعه فقلت السواحل. شارع الوحده. الوحده. الناس هناك متوحدين ولا عكس الواقع؟ لا والله الناس طيبه جدا في امبابه، يعني اللي ما يعرفش امبابه الناس طيبه جدا. في منطقه عندكم اسمها الكيت كات. سميت الكيت كات نسبة إلى الكازينو والملعب الليلي اللي كان موجود مكان جامع خالد بن الوليد. ملهاش علاقه بشوكولاته الكيت كات. والله كيت كات انجلاند مش مصرية. شارع السودان. والله عشان خاطر يعني كان في نسبة من السودانيين موجودين وكان ذكرى إن هو أطول شارع في مصر. في شارع عند كوبري امبابه كان زمان مليان عربيات قر وحمير، تفتكر لو لسه موجود كان اسمه هيبقى ايه؟ لحد النهارده كتير جدا عربيات في امبابه كرو، وفي موجود في منطقه في امبابه اسمها البصلاوي بيوجد فيها الحناطير، واللي ما يعرفش الحنطور ينزل بالليل او ينزل التحرير هيعرف يعني ايه حنطور. شارع العروبه في امبابه، هل حديث فعلا النشأة. الناس هناك عربويين ولا الاسم مجرد اسم؟ حديث النشأة، لأن هو أصلا مع احترامي في الكلمة كان معروف باسم شارع الماسورة الأول، لأن كان فيه المواسير بتاعت الصرف الصحي أو الضغط العالي اللي كانت معمولة، ومن هنا جت كلمة الماسورة. حاره الديابه، هل زمان كان فيها فعلا ديابه ولا هو اسم مش على مسمى؟ لا والله هو مش يعني اسمه بس مش على مسمى ولا حاجة يعني. يعني ما كانش فيه ديابه؟ لا ما كانش فيه ديابة. كان اسم. كان اسم. ما كانش فيه ديابه. ما كانش فيه ديابة. شارع الاقصر في امبابه، هل فعلا بيودي على الاقصر ولا بيودي على اسوان؟ لا بيودي على البصراوي والمفارق. دي حقيقة والله. شارع التحرير هناك، هل فعلا ليه علاقه بميدان التحرير ولا الموضوع جه صدفه معاهم؟ والله اسمه مدينة التحرير، وكان يعني هما في مدينتين، مدينة العمال ومدينة التحرير، والاثنين أنشأهم جمال عبد الناصر عبارة عن بلوكات، البلوك 2 دور. شارع المطار، هل اسمه- فعلا الشارع ده بيودي المطار؟ ايوه يا ولا فندم دي بيودي لكل حقيقة، أوروبا؟ لأن امبابة كان فيها أول مطار في أفريقيا والشرق الأوسط، أول خاص مطار؟ بالطيران الشراعي. اول مطار. أول مطار في أفريقيا والشرق الأوسط، وكان خاص بالطيران الشراعي، وكان في معهد لتعليم السواقة وتعليم الطيران، ومتصور فيها أفلام كتير جدا. في منطقه في امبابه اسمها جزيره امبابه، جزيرة امبابة هل تاج فعلا الدول. اتصور فيها فيلم الجزيره ولا ده لا مجرد لا صدفة؟ جزيرة امبابة ديت اللي هي امبابة القديمة اللي هي كانت حواري صغيرة جدا ومتصور فيها فيلم الكيت كات. فيلم كيت كات. ايوه متصور فيها. ماشي. في اقاويل في امبابه مشهوره، ممكن تقول لي اقوله من الاقاويل دي؟ عند امه يا لا انا عايزك تقول لي مقوله من عند امه يا دي بتقولها كمان. مقولة مشهورة جدا في امبابة لما اتكلم حد ما يعجبوش الكلام يقول لك عند امه يا. ده بجد؟ بجد يا فندم. ايه اكتر حاجه في امبابه الناس مشهورين بيها؟ مش حاجة منعدمة. انزل 24 ساعة تعليمات سيادتك اوامر يا فندم. إيه يا ماشي جماعة؟ حاضر يا فندم حاضر وسعوا له هم وسعوا مش له عارفيننا ولا ايه يا عم هاني؟ وسعوا له يقعد جنبينا. احنا بنصور. هو احنا عشان مفيش انتاج بكره هيجي الانتاج؟ ايوه وماله واحد انتاج هنا والنبي يا باشمهندس. لو حصل غزو فضائي على القاهره، تفتكر الفضائيين هيدخلوا امبابه ولا هيفضلوا بره محترمين نفسهم؟ امبابة اصلا فيها فضائيين يا فندم وبيطيروا. انت لسه بتتكلم عن الفضائيين، دي حاجات قديمه قوي. عندكم فضائيين؟ فضائيين من زمان يا جدع، انت ناس بتطير كلها في امبابة. لا انا كده لازم اجي. ومفيش جاذبيه عندنا. بكده يا عم هاني احنا نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه. طب صوره مع الحاجات دي ما بلاش يا عم هاني عشان هتعمل شغل يا عم كله اخش اتفرج فيها الاول. ارجو تكونوا استمتعتوا معانا انا وعم هاني، واستنونا في برنامج بودتاكس حلقات تانية كتير. ولو عجبكم الحلقه ما تنسوش تعملوا
انا زعلان منهم ليه؟ كده، عشان كل مره يخشوا مفيش حد بيعلق بالكلمه، مفيش حد بيخش ينكشنا بحاجه، كله يخش حاطط اعجابه وماشي. ايه يا جدعان في ايه؟ مستخسرين الكلمه فينا؟ لا يا طب ما جماعه، نتناقش مع بعض، نشوف احنا بنتكلم في ايه، بنتعب حسنا ليه؟ اسالني عن حاجه، قول لي انت جايب حاجه، هات لي معلومه حلوه. اعملوا لايك، اعملوا شير، واكتبوا كومنت لعم هاني اسالوه فيه على اي حاجه. سلام عليكم.